نعمل شوية فشار لزاز كده ايه يسلونا واحنا قاعدين بالليل. يلا بينا. في كذا تركاية عشان نعمل فشار ينفع للدايت ويكون بسعرات ايه قليلة. بجيب الطاسة، أي طاسة تيفال عندك أو أي نوع طاسة، بحطها على النار من غير ما أحط أي زيوت ولا أي حاجة، بسيبها تسخن تبقى سخنة جامد، ونجهز بقية الحاجة. نجيب الزيت ده ازازة سبراي بحط فيها زيت عادي جدا، أي نوع زيت عندك. هنوزن ايه شوية الفشار على ما الطاسة تسخن. ونصفر الميزان. أنا هعمل بتاع 50 جرام، هيعمل لي طبق حلو. دول ايه حوالي 50 جرام. شيل الميزان بقى، مش عاوزينه خلاص. لحد ما تبقى سخنة جدا، تبقى مثلا دقيقتين 3 على حسب انت معلي النار ولا موطي. انا دلوقتي معليه عشان مستعجل بصراحة. بعد ما الطاسة تكون سخنت على الآخر هنرش بقى ايه كده رشة كده، بعد كده نحط الذرة بتاعنا ونرش ايه رشتين من فوق. طبعا الزيت ده برضه محسوب من سعرات، يعني انت مش بترش كده وخلاص. يعني مثلا ببقى حاسبهم، يعني بحطهم في الكيس بتاعي حوالي 3 5 جرام. هم اصلا ممكن ما يجيبوش كده، بس انا بحسبهم كده يعني احتياطي. نجيب طبق هنغطي بيه من فوق، هنغطي بيه من فوق. نقلب بقى ايه شوية عشان كله يطلع في نفس الوقت. ونعلق على الشاي بتاعنا. ما بحطش ملح ولا اي طعم وهو بيتعمل عشان بيتحرق مني، لان احنا اصلا حاطين زيت قليل جدا. والافضل انك تسيبه مغطي عشان لو عليت شويه شويه من الفشار هيتحرق جامد ويطلع، والتاني لسه ما استواش اصلا فهيتحرق. سيبه على هادي عشان كله يبقى يطلع في نفس الوقت. لا مش شاي، نستخدم سويتر ستيفيا على كده ايه يروح. كل شوية أقلب كده. وبحب الشاي بالقرنفل، تلات مثلا حوالي 5 وحدات. هو كده بدأ شوية، بس أنا هقلبه عشان كله يطلع في نفس الوقت. الميزة في الطريقة دي إن الطاسة التيفال بتستحمل أو بتاخد زيت قليل أو دهون قليلة. بس كده كله بدأ يطلعه، بجيب الطبق وبغطيه من فوق وهو بقى يعيش مع نفسه. خلاص بدأ الطاقة تخلص، ندفع عليه بقى ونقوم جايبين الطبق كده ونقلبه شكل غبي. هنقلبه في حاجة أوسع شوية بحيث أعرف أملحه وأقلبه. نجيب شوية ملح ونقلب بقى. بس كده تمام جاهز. عملنا الشاي والفشار
نروح ناكلهم ونزيل شويه دب وانت اعمل فول.